سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا البنات، واحد الماسك يهبل اللي وجهها تعبان، اللي وجهها كيما نقولوا ما فيش نضاره، نوضوا اعملوا الماسك هذايا وادعيوا لي، او ماسك وغوماج و ميم طون مغرف خميره. تحبوا تضاعفوا الكونتيتي باسكو تقدروا ديروها للكور كامله. مغرف سكر البنات، مغرف قهوة، أي قهوة عندكم، أي نوع تاع قهوة، مغرف قهوة، مغرف زيت جوز الهند. لازم البنات زيت جوز الهند نورمالمون ما يتقطعش ما عندكم، لازم زيت جوز الهند. ومغرف زيت زيتونة. فوالا كان نصور بيد ونحركوا كل شيء. هنا الخميره ينوشها راح تتفاعل باسكو عليها وكل شيء زيت فيه زيت. يهب الماسك هذا البنات. هذه كيفاش تستعمليه؟ تحطيه على وجهك، على الرقبه، على يديك، على رجليك. تحبي حتى تعمليه في الصال دو باق قبل ما تعومي، تعملي الكور كامل وتعملي له قماش، يعني حركات دائريه. ومن بعد تخليه من 10 دقائق لربع ساعه. كي تكملي ربع ساعه وانتي عملتي هذاك القماش، كي درتي القماش خليتيه ربع ساعه كشغل خليتيه ماسك، ومن بعد تغسلي عادي، تغسلي بالصابون اللي عندك. شوفوا نجرب قدامكم بركه. انا دركا راح نعملوا الوجهي ونعملوا اليديه. قلت لكم البنات هذيا تعملوه اللي وجهها زعما فريمون تعبان وفيه هذاك الجلد الميت، تعملوا مرتين في السمانه. واللي وجهها زعما اللي تهتم بوجهها تعملوا مره في السمانه ومره في السمانه. فيها بركه. فوالا البنات، ما تبدلوش في المكونات، ما تحطوا حتى قطره ماء ولا حليب. المهم ادو هما المكونات. اللي ما عندهاش زيت جوز الهند، حتى انت تشري زيت جوز الهند وتعمل هذا الماسك. فوالا البنات.